احنا كل بلاد وخاصياتها. انا اللي في اعتقادي اليوم اللي في تونس فيه زاد كيف انتظارات، هاكم تشوفوا يعني حتى الاحصائيات. خاطر نحسوا الاحزاب زاد كيما الاحزاب الفرنسويه، صحيح، احزاب جديده في تونس في ظرف 6 سنوات اهترأت وفقدت تقريبا كل مصداقيه لها لدى الشارع التونسي. مع ذلك تبقى قدرا مقدرا، لا يمكن ان ننجز حياه سياسيه بدون احزاب، هي شر لا بد منه. هو فيه توجه عام اللي قلت لك السياسه مش تعمل كان مع الاحزاب، ولكن احنا في منظومه ديمقراطيه اللي مبنيه على الاحزاب ولازمنا احزاب. تونس عندها خاصيه اخرى في النفور من الاحزاب، اللي هو نفور كبير، لانه بعد الثوره تكونت كثير من الاحزاب، تكونت خاصه مبنيه على ماكينه انتخابيه، على الهدف انتخابي. ونحن نعرف الاحزاب باش تكون مستدامه وباش تكون عندها شعبيه لازم تتبنى على حاجات اخرى، اللي هما القاعده الشعبيه، مش كان القاعده الانتخابيه، قاعده شعبيه يعني متواصله قبل الانتخابات، في وقت الانتخابات وبعد الانتخابات. هذا ماهوش صاير يعني في الاغلب، الا بعض خاصيات بعض الاحزاب اللي عندها تقاليد اخرى. الحاجه الثانيه، الاحزاب مبنيه يا على ايديولوجيا يا على فكره والا على برنامج. احنا الخاصيه في تونس حتى البرامج كانت برامج تسويقيه انتخابيه، فهذا تعطي هشاشه كبيره للاحزاب، وهذاك علاش سرعه التشكيل، لانه مخلوقه في ديناميكيه انتخابيه، ولكن سرعه زاد التحلل لانه ما عندهاش العرس، يعني المقومات الصحيحه اللي هي القاعده الشعبيه المستدامه. لانه مهم، راهو شنو حزب؟ هو يمثل قاعده، يمثل مجموعه من المواطنين، يلزم يكون فيهم بتواصل انصات، يفهمهم ما يفهموه، وكذلك يأطرهم. احنا هذا مفقود في اغلبيته، هذاك علاش دون يعني التحول الكبير اللي صاير يعني في المقاربه والعلاقه بالسياسه والعلاقه بالاحزاب، واللي هو يعني موجود في كل البلدان، عندنا الخاصيه التونسيه اللي الاحزاب ما تملاتش بالمقومات اللازمه. وهذا علاش احنا حتى مبادره البديل التونسي نحبوها مبادره تعتني باش تاخذ بعين الاعتبار التحولات الكبيره في المقاربه السياسيه، ما عادش مبنيه على النظريات او على الايديولوجيات الكبرى، مبنيه على مشاغل العباد وكيفيه ونجاعه ايجاد الحلول، بطبيعه الحال مبنيه زاد على قيم وعلى ثوابت. وفي نفس الحال وفي نفس الوقت زاد كيف ننتبهوا اللي الحزب هو قاعده شعبيه، الحزب هو برنامج صحيح، ومن بعد يجي برنامج تسويقه للماكينه الانتخابيه.